عمران في بني إسرائيل اثنان، عمران الأول أبو موسى وهارون، وعمران الثاني أبو مريم ابنة عمران. عمران هذا تزوج امرأة اسمها حنة وهو صديق زكريا، وتزوج زكريا أخت حنة اسمها إيساع وحنة. إيساع زوجة زكريا، شقيقتها حنة زوجة عمران، وزكريا وعمران إمامي المسجد الأقصى. لكن بني إسرائيل كانوا يحبون عمران أكثر من زكريا. مات عمران وزوجته حبلى بمريم، فلما مات بقيت زوجته حنة حبلى، فقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، هذا الولد الذي في بطني سيكون إماما في المسجد الأقصى كما كان أبوه، فهو للمسجد الأقصى محرر، يعني لن نستخدمه في أمور الدنيا. وأصبح الإمام بعد موت عمران زكريا، لأنه زوج أخت حنة إيساع، ولأنه أيضا نبي. جاءت ساعة الولادة عند حنة، فولدت مريم ابنة عمران، وقالت ما قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كيف كفلها زكريا؟ اجتمع بنو إسرائيل، طبعا عمران إمامهم وهذه بنته يتيمة وفاعل الخير كثير، كل يبغى يربي البنت. قال لهم زكريا: يا جماعة أنا أحق بها، أولا أنا إمام المسجد وعمران كان إمام المسجد، ثانيا أنا زوج خالتها والخالة أم. قالوا له: لا، نضرب القرعة، نعمل قرعة بيننا، فإذا وقعت من نصيبك فأنت تأخذ تربي، إذا جت عندنا نحن نأخذها. قال: إذن ماذا تريدون أن نفعل؟ قال: نخرج خارج المسجد الأقصى في بركة ماء ونأخذ أقلام، وكل واحد يرمي قلم، فمن كان قلمه لم يغرق فهو الذي يأخذها، ومن غرق قلمه لا يأخذها. قال: بسم الله. الأقلام أصلا تصنع من خشب، والأصل في الخشب أنه ما يغرق، يبقى يسبح فوق الماء، لكن دعوا الله أن يغرق كل الأقلام التي لا حظ لهم في مريم، ومن له حظ فيها يبقى قلم. فرموا الأقلام في الماء فهبطت كلها إلا قلم زكريا. قال: خلاص. قال: هذه آية من آيات الله وانت خذها. كفلها زكريا، عمل لها زكريا غرفة فوق محرابه، وأصبح يأتيها بطعامها وشرابها ورزقها، لكن تفاجأ أنه كلما يأتي شايل طعام يجد الطعام قد جاء قبله، كل ما يجيب شراب الشراب جاء قبله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يصبر يصبر يصبر، ثم يسألها، خاف لا يكون أحد غيره من هؤلاء اللي كل يبغاها يجيب له. قال: يا مريم وأنى لك هذا؟ من جاب لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أخذ زكريا الدرس ونزل إلى المحراب وقام ليلته يصلي لله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قام زكريا في محرابه فدعا، فنادته الملائكة. ماذا قال في دعائه؟ أني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. زكريا حامل هم إيش؟ هم إمامة المسجد. إذا مت يقول عمران مات وأنا قمت بالإمامة، طيب إذا أنا مت هؤلاء اليهود ما في أحد يصلح للإمام. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني
إيش معنى يرثني؟ هل يرث ماله؟ لا، الأنبياء لا يورثون، لكن يرث النبوة، يرث الإمامة، يرث العلم، ورث سليمان داود. واجعله ربي رضيا. فبينما هو كذلك إذ جاءه جبريل عليه السلام فوقف في قبلة محرابه وناداه، قال: يا زكريا إن الله يبشرك بيحيى، بغلام اسمه يحيى